بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الناس يا أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. قال أبو حنيفة: وتنبأ رجل في زمن أبي حنيفة وقال: امهلوني حتى أجيء بالعلامات. قال أبو حنيفة: من طلب منه علامة فقد كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. يا أيها الناس يا أيها المسلمون، إذا لم يعرف الرجل أن محمدا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الذريات. وقال سعد الدين تفتزاني: وقد دل كلامه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى كافة الناس بل إلى الجن والإنس، ثبت أنه آخر الأنبياء. يا أيها الناس يا أيها المسلمون. قال ابن كثير: فهذه الآية ما كان محمد، فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، وإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبوي: إذا ادعى النبوة بعد نبينا أو صدق مدعيا لها فكل هذا كفر. وقال الملا على القاري في شرح كتاب الفقه الأكبر: ودعوى النبوة بعد نبينا كفر بالإجماع. قال الكستلاني في المواهب اللدنيا: وقد أخبر الله في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل. يا أيها الناس يا أيها المسلمون، غلام محمد قادیانی الدجال وقادیانی مرزائی احمدی غیر مسلم وكفار ومرتدين ومنكر ختم النبوة، وفي الأحاديث ختم النبوة. يا أيها الناس يا أيها المسلمون. عن الإرباز بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين. عن أبي هريرة عن النبي في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. عن صوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قادیانیوں، غور و فکر کرو، ہم تمہیں دعوت فکر